السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذه النشرة الجوية العاجلة والتي وردت قبل قليل من خلال آخر تحديث للنماذج العالمية، خاصة النموذجين الأوروبي والأمريكي OCMWF 9 كيلومترات و GFS الأمريكي. آخر تحديثات مبشرة بالخير ومفاجأة الطقس، لكن الإخوان هذه المفاجأة أتركوها لكم في نهاية الفيديو. ما غادي نقول لكم دابا والو، تابعوا الفيديو من البداية إلى النهاية وما تنساوش الاشتراك، الدعم ديالنا بلايك، والمشاركة ديال هذا الفيديو مهمة لنا الإخوان، لأن فاش تبارطاجيو مرة الروبوت يبارطاجي 10 مرات. المهم تعاونوا معنا، تنشكركم. ونبدأ على بركة الله بدءا من نهار 30 إن شاء الله الإخوان. نشرة مبسطة بالدارجة. بداية من نهار 3 1 أكتوبر إن شاء الله، ودائما أكتوبر يفاجئ الجميع. أمطار إن شاء الله غزيرة بميدات وخنيفرة وبني ملال وتابانت والرشيدية وتينغير ورزازات ومراكش وشيشاوة، لتبقى الأجواء مستقرة إن شاء الله خلال الأيام القادمة، مع سيطرة تامة للمرتفع الأزوري بقوة 1021 هكتو باسكال. ونستمر يوم الأربعاء إن شاء الله استقرار في الحالة الجوية، دائما سيطرة المرتفع بقوة 1023 هكتو باسكال غرب البلاد. بالنسبة ليوم الجمعة إن شاء الله أجواء مستقرة وصافية. يوم الخميس وبدءا من يوم الأحد إن شاء الله نزول أطلسي إن شاء الله، مع تساقطات مطرية اللي غادة تكون إن شاء الله مهمة، بدءا من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجهة الشرقية. أمطار ببن قرير وتابانت وبني ملال وخنيفرة وميدات وقيقو وتازة وفاس. كذلك أمطار إن شاء الله مرتقبة يوم الثلاثاء إن شاء الله، عذرا الإخوان ضعف الشبكة. وخيرتي إن شاء الله بدءا من يوم 8 أكتوبر تساقطات مطرية ونزول أطلسي. كما نلاحظ منخفض قوي جدا لن تصمد بعض المناطق خاصة البوادي أمام هذا المنخفض. نسأل الله إن شاء الله كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. كما تشوفوا منخفض قوي جدا. خلينا نعرفوا بعض المناطق المعنية. الأمطار اللي غادي تكون إن شاء الله مهمة بكل من وجدة وتورية ناظور حسيمة باب تطوان شفشاو ونفاس تازة خميسات كيكو مكناس، كذلك سيدي سليمان العرائش الرباط وطاط الحاج، وكذلك إن شاء الله ببو عرفة، وكذلك بتوريت وخنيفرة وخريبكا وبني ملال ومرتفعات كذلك المجاورة لمراكش وشيشاوة وبن قرير. مشاهدينا الكرام أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء، ولنا لقاءات إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء.